كم وانت بتقول لي في اوروبا يعني اللي بيشوفك 5000 7000 عدد قليل، لكن النهارده بتلعب ماتشات فيها 60000 و70000 متفرج. وانت هناك كنت عارف النادي الاهلي، كان شهرة النادي الاهلي موجوده هناك، تابعت شويه. طبيعي انك مع دوري دنماركي او دوري سويدي الدنيا بتبقى شويه صعبه او محدوده، لانك لما حكيت لبيك اللي هو ابوك اللي هو يور فاذر يعني، ايوه بالظبط. فقال لك النادي الاهلي توكل على الله. هل كان عندك معرفه بالنادي الاهلي؟ انا بعرف الكوره وبعرف النادي الاهلي من كاس عالم الانديه. نعم. والحاجات، لعبوا ماتش مع ريال مدريد من سنتين والحاجات دي. ايوه. بس عشان اجاوب على سؤالك اللي انت قلته اوله، كبر النادي الاهلي ايوه. والجمهور والحياه اللي بيكون بيعرف نادي الاهلي بريت مصر. نعم. تعال جرب جوه نعم. مصر. نعم. وكون لعيب في النادي الاهلي حته تانية يعني. حتة ده تانية. انا اول مره خرجت لحالي بمصر. أيوة. اول مره كنت قاعد بفندق، يعني اول اسبوع وقالوا لي تخرجش، هنجيب لك عربيه توصلك على التمرين. طب انا قلت لهم ما اسرع لي امشي، الفندق كان جنب النادي. قالوا لي لا، انا مش عارف ليه يعني، خلاص كل لفي وبوظ على التمرين. فكان في هيك الساعه 8 ليله عايز اكل شوكولاته. والله كنت عايز اكل شوكولاته فأسي يعني، خلاص جت في دماغك. أيوة. طقت في دماغك. ايوه. نزلت الفندق ولفيت هيك على اليمين، ده تاني يوم انا في مصر. بشتري شوكولاته، لفيت هيك حواليا 40 50 واحد. لسه ما لعبتش، لسه ما ظهرتش في التلفزيون. ده كان قبل ما كنت ماضي العقد اصلا كمان. ايوه. ده قبل، عشان كنت عملت الحاجات كلها قبل. وانا لف كده ودغري اتصلت بامي وقلت لها ماما الحياه دي ايه ده يعني. ومن اول يوم لدلوقتي يعني الحمد لله عملنا كويس وكبرنا. انا بحب انشهر اذا بعمل كويس. عشان ده بيكون شهرة حقيقيا. نعم. وانت عم تشتغل حاجات اللي عم تجيك. حسيت ان اللعب في النادي الاهلي صعب بقى لما نزلت التمرين وشفت المنافسه؟ موديست، كهربا، عدد كبير جدا من اللعيبه وصراع وتنافس وبطولات، حسيت ان الدنيا صعبه؟ انا يعني كانت صعبه طبعا. نعم. انا نقلت من اوروبا لافريقيا، لا يعني غيرت بلد اول مره في حياتي. نعم. معيش اهلي، معيش حد. ما كنتش جيت مصر خالص قبل ما تيجي النادي الاهلي؟ لا، انا جيت مصر اخر مره لما كان عمري 3 سنين. كزياره. نعم. فانا لما جيت الاهلي وبلشت اتمرن واتدرب والعب يعني ماتشات انديه، كانوا لعيبه المنتخب شو اسمه كاس افريقيا. نعم. فكان في 10 11 لعيبه ما كانوش هنا. الشناوي، كهربا، عبد المنعم. ده زمان؟ لا دلوقتي. دلوقتي لما جيت انا كانوا عم بيلعبوا كاس افريقيا. ايوه كاس بالظبط. افريقيا في يناير. ايوه. نعم. فكان في ناشئين كتير معانا ورحنا معسكر الامارات. في الامارات. فده سهلت الدنيا شويه. نعم. انه واحده واحده ما دخلتش مع الجو كله بمره واحده يعني. فتعودت شوي. بس لا دلوقتي اصلا الحياه مرات بتكون صعبه عشان الكوره كوره. الكوره كوره. انا كان عندي اول حاجه لغه. يعني انا اول مره بعمل شغلي وبكلم عربي. ايوه. بنفس الوقت. انت تجيد الانجليزيه والدنماركيه؟ انا ايوه. انا واكتر شيء الدنماركيه يعني. ده اللي خلقان بيه ولعب كوره في الدنمارك. فالكوره والكلام. بعديها الكوره والكوره التكتيكي يعني. نعم. هو بنضغط ازاي؟ طب بره بنضغط بطريقه ثانيه. ايوه. وعشان انا كلاعب كوره نفس اللعيب هون وبره. فكانت في حاجات كتير كفرقه، انا اخش فرقه جديده اصعب من حاجات من